يا ترى إيه اللي يخلي إنسان يقدر يتحمل ظروف يعني شبه مستحيلة، ومش بس ينجو منها، لأ، ده كمان يخرج منها بفلسفة تظلم ملايين البشر حول العالم؟ ده بالظبط اللي هنستكشفه النهاردة في تحليلنا لكتاب بحث الإنسان عن المعنى. الكتاب ده للطبيب النفسي فيكتور فرانكل، واللي بيحكي فيه عن تجربته المروعة في معسكرات الاعتقال النازية، وإزاي من قلب المعاناة دي اكتشف إن الدافع الأساسي في حياة أي إنسان هو بحثه عن معنى. تخيلوا بس اللحظة، ده كان الواقع اللي عاشه فيكتور فرانكل. وهنا بيجي السؤال المهم: لما كل حاجة تتسلب من الإنسان، كل حاجة بمعنى الكلمة، إيه اللي ممكن يفضل يخليه متمسك بالحياة أصلاً؟ في قلب اليأس ده كله، فرانكل لقى إجابة حرفياً غيرت مفهومنا كلنا عن فكرة الصمود النفسي. طيب خلينا نتعمق أكتر في الحكاية دي. عشان نقدر نستوعب فلسفة فرانكل لازم الأول نفهم البيئة المرعبة اللي اتولدت فيها أفكاره دي. فالجزء اللي جاي ده يعتبر رحلة جوه أهوال معسكرات الاعتقال اللي كونت وشكلت كل أفكاره. حياة فرانكل زي ما هو واضح اتقلبت حرفياً رأساً على عقب. يعني تخيلوا، من طبيب نفسي ناجح ومعروف في فيينا فجأة بقى مجرد رقم ضمن ملايين الضحايا. السنين اللي قضاها في المعسكرات دي ما كانتش مجرد فترة سجن وخلاص، لا، دي كانت زي ما تقولوا كده مختبر القاسي جدا اللي اختبر فيه كل نظرياته عن جوهر الطبيعة البشرية. والكتاب ده بقى بحث الإنسان عن المعنى هو المصدر الأساسي اللي بنفهم منه تجربته كلها. بس خدوا بالكم، هو مش مجرد مذكرات عن اللي حصل في الهولوكوست وبس، لا، ده أعمق من كده بكتير. ده بيان نفسي عميق. فرانكل قسم الكتاب لجزئين. الجزء الأول بيحكي فيه عن تجربته الشخصية كسجين، والجزء الثاني بقى بيشرح فيه منهجه العلاجي اللي سبحان الله قدر يطوره من رحم المعاناة دي نفسها. الحياة اليومية هناك كانت صراع وحشي عشان مجرد البقاء على قيد الحياة، جوع، إهانة، وتهديد مستمر بالموت كل لحظة. فرانكل بيوصف إزاي تم تجريدهم من كل حاجة، من كل شيء ممكن نتخيله، حتى أساميهم، وبقوا مجرد أرقام في نظام لا إنساني بالمرة. كان الهدف الأساسي هو تحطيم أرواحهم قبل ما يحطموا أجسامهم. ورغم كل ده، من وسط كل الظلام ده، فرانكل وصل لاكتشاف محوري جدا، اكتشاف بيغير نظرتنا تماما لمفهوم القوة البشرية. والسؤال هو: إزاي في مكان زي ده كل الحريات فيه مسلوبة حرفيا ممكن الإنسان يلاقي أي نوع من الحرية؟ وهنا بقى بتيجي ملاحظة فرانكل المدهشة والعبقرية في نفس الوقت. هو لاحظ إن البقاء ما كانش للأقوى جسمانياً، لا خالص. البقاء كان للناس اللي قدرت بطريقة أو بأخرى تتمسك بمعنى أو هدف لحياتها. يعني سواء كان الهدف ده حلم إنهم يرجعوا يشوفوا حبايبهم، أو يكملوا شغل بدأوه، أو حتى مجرد التمسك بمبدأ أخلاقي معين. ودي هي النقطة الجوهرية في فلسفته كلها. حتى لو الظروف اللي حوالينا خارجة عن سيطرتنا تماما، بيفضل عند الإنسان قوة واحدة بس محدش يقدر يسلبها منه أبدا: قوة اختيار رد فعله، اختيار الموقف الداخلي. هو ده آخر حصن للحرية الإنسانية. والمقولة دي للفيلسوف نيتشه، فرانكل كان دايما بيستشهد بيها، لأنها بتلخص الفكرة كلها ببراعة شديدة. لما بيكون في لماذا، في سبب وهدف واضح، الإنسان بيلاقي في نفسه القدرة إنه يتحمل تقريبا أي كيف. اللماذا دي هي اللي بتدي القوة لتحمل أي كيف مهما كانت صعبة. طيب، بناء على التجربة الفريدة والقاسية دي، فرانكل عمل حاجة صغير. أسس مدرسة علاجية جديدة تماماً. مدرسة مش بتركز على السعادة أو القوة زي مدارس تانية كتير، لا، دي بتركز على حاجة أعمق من كده بكتير. فرانكل سمى نظريته دي اللوجوثيرابي، أو زي ما بنترجمها العلاج بالمعنى. هو كان شايف إن كتير من الصراعات النفسية سببها الحقيقي هو وجود فراغ وجودي أو فقدان للمعنى في الحياة. وبالتالي العلاج بيكون ببساطة عن طريق مساعدة الشخص إنه يكتشف أو يلاقي المعنى الفريد والخاص بحياته هو. والأعمق من كده كمان إن فرانكل كان شايف إن الصحة النفسية مش معناها إن الواحد يكون في حالة استرخاء تام وراحة بال طول الوقت، لا، هو شايف إنها بتكون في وجود توتر صحي. التوتر ده اللي هو بين وضعنا الحالي وبين المعنى اللي بنسعى وبنجتهد عشان نحققه. الشد والجذب ده هو ده بالظبط اللي بيدينا دافع وطاقة للحياة. طيب، سؤال حلو: إزاي أصلاً ممكن نلاقي المعنى ده في حياتنا؟ فرانكل بيقترح 3 طرق أساسية. أولاً، ممكن نلاقيه في عمل بنعمله وبنبدع فيه. ثانياً، ممكن نلاقيه في الحب، في تجربة حب حقيقية. وثالثاً، ودي يمكن الأهم من كل ده، في الموقف اللي بنختاره لما بنواجه معاناة مفيش منها مفر، معاناة مش بنقدر نغيرها. طيب، دلوقتي بعد ما فهمنا الأساس الفلسفي، خلينا نشوف إزاي ممكن الأفكار العميقة دي تتحول لحاجة عملية نقدر نطبقها في حياتنا اليومية.
يعني إزاي نحول كل الفلسفة دي لأداة حقيقية نستخدمها؟ فرانكل هنا بيعمل حاجة ذكية جدا، بيقلب السؤال التقليدي اللي كلنا بنسأله. يعني بدل ما الواحد يسأل أنا ممكن آخد إيه من الحياة، فرانكل بيشجعنا نسأل سؤال مختلف خالص: الحياة بتتوقع مني إيه؟ ده تحول جذري في التفكير من مجرد الأخذ للمسؤولية. والنقطة الأهم اللي بيكررها تاني وتالت هي إن اختيار الموقف هيفضل دايما في إيد كل واحد فينا. ودي بقى شوية استراتيجيات عملية فرانكل نفسه استخدمها عشان ينجو، وأي حد فينا ممكن يطبقها. خدمة الآخرين مثلا بتخلي التركيز يطلع من جوانا ويروح للغير. السعي ورا أهداف ليها معنى بيدينا دافع للمستقبل. والأهم التمسك بموقف القوة الداخلية ده بيخلينا إحنا اللي بنكتب ردود أفعالنا، مش بنكون مجرد ضحايا للظروف وخلاص. في النهاية تجربة فيكتور فرانكل بتسيبنا كلنا مع سؤال واحد، سؤال مهم جدا، لأنه حسب كلامه الحياة نفسها بتسألنا باستمرار عن المعنى، والإجابة مش بعيدة، مش في المستقبل، الإجابة موجودة دلوقتي في اللحظة الحالية. فالسؤال هو إيه هو الشيء اللي بيستدعي اهتمام ومسؤولية كل واحد فينا النهاردة؟